الحمد لله شعور اكثر من رائع، لانني كتمثل بلادك، كتمثل المغرب، وهذا راه فخر وشرف لي. الحمد لله انني قدرت انني نرفع الرايه المغربيه الحمد لله اليوم. كنهدي هذا الفوز ديالي لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، كنهدي للحرس الملكي اللي كنتمي ليه، والحمد لله كنهدي للجامعه الملكيه على راس السي عبد السلام احيزون اللي كيساهم كيسهر على جميع الاحتياجات ديال العدائين، وكنهدي لجميع المغاربه اللي تاقوا فاطمه الزهراء كردادي وكانوا كيامنوا بها انها تقدر انها تطلع المنصه التتويج. كنبلغ لهم الشكر، وكنشكر كذلك الناس اللي انتقدوني والناس اللي قالوا ما نقدرش نحققوا اي نتيجه بالنسبه للمراه في الماراثون، والحمد لله هذا شرف لي، اول عربيه كتصعد المنصه التتويج الحمد لله، وهذا شرف لي الحمد لله والمملكه المغربيه. الحمد لله بالنسبه للنصف ماراثون الاول مشى في المتناول ديال الجميع، يعني مشينا كاملين تقريبا على الاقل مشينا 60 عداء تقريبا في النصف ماراثون الاول. مشى تغير الايقاع في 30 كيلومتر، ولكن انا ما تبعتش في 30 كيلومتر، انا بقيت مراقبه السباق عن بعد، والحمد لله قدرت انني نكتسح المرتبه الثالثه في الكيلومتر 42، يعني على مشارف خط الوصول الحمد لله. وهذا الفوز الحمد لله راه غادي يزيدنا غير تشجيع باش انني نزيد ان شاء الله نخدم في المحافل الدوليه القادمه ان شاء الله.